سيجاره ولا الفيب ولا شيشه، انت تقدر على ده. فما تجيش تقول لي ادمان، ما تجيش تقول لي السجاير او الفيب او الشيشه ادمان. هات الكلام ده على جنب. الدليل انك تقدر تقعد 13 ساعه من غير سيجاره ومن غير فيب ومن غير شيشه وانت صايم، ده رقم واحد. لو انت بتسافر في طيران 4 ساعات او 5 ساعات ما بتشربش سيجاره، ما تجيش تقول لي كيف وما اقدرش. خلاص، هدي على جنب. طب انت بتقول لي يا كابتن انا عايز نصيحه، عندك؟ عندي، ونصيحه مش عايز اقول لك، مش هتلاقيها عند حد، انا اللي بقول لك عليها. اسمع الكلام. ده قرنفل، ده قرنفل كويس. القرنفل ده لما تحطه في بقك هنا مستحيل تولع سيجاره او تاخد نفس فيب او نفس شيشه، ما تقدرش، مش هتقدر. تمام؟ طيب، فوائد القرنفل ده، في فوائد حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. اقوى مضاد التهابات على وجه الارض ده القرنفل ده. عارف يعني ايه اقوى مضاد التهابات على وجه الارض؟ اللي انت مستقل بيه ده كويس. طيب، حاجه تانية، ده حلو جدا جدا للقلب، الجهاز التنفسي، المناعه، الجهاز الهضمي، الفيروسات، مسكن قوي جدا ده. تمام؟ مسكن طبيعي قوي. فوق ده كله لما تحطهم كده ببقك هنا وتسيبهم ساعه 2، عمرك ما تقدر تولع سيجاره او تاخد نفس دخان او نفس فيب. تمام؟ جرب وانت هتشوف النتيجه وهتوصل في حته كويسه جدا. لما تقعد ساعه ولا ساعتين ما بتشربش سجاير يبقى كويس، يبقى انا عملت فيك مصلحه. بعيد عن الجيم، السجاير، بعيد خالص عن الجيم، الدخان والشيشه والحاجات دي. يعني لو بتعمل الكلام ده وبتروح الجيم هيبقى ضررك اخف. خدتك ساعتين في الجيم، خدتك ساعه ما بتشربش فيها سجاير، فتقدر تساعد نفسك، بس لو انت عايز تساعد نفسك. تمام؟ حبتين قرنفل هنا وسيبهم. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، ورب تكون المعلومه وصلت.